دي الحلقة 27 من سلسلة غامبل وبس، والحلقة 27 بعنوان النقاش. بتبدأ الحلقة في أتوبيس المدرسة وبتشوف جامبل بيلعب لعبة قديمة وبيقول يا أخي الألعاب دي راحت عليها خالص، تحسها متوفية في السبعينات. وبيضحكوا وبيطلع أوتشو من وراهم وبيقول لجامبل مفكر نفسك كده يعني حلو، وبيتعصب علشان يعني أصله من الألعاب القديمة. ودارهم بيقول يا رب يطلع حتى إبليس بس ما يطلعش اللي في بالي. وجامبل بيلف وبيقول إيه ده أوتشو؟ كنت بسأل عليك أول الصبح هعمل إيه؟ وأوتشو بيرد عليه وبيقول له خلاص أنت عصبتني، وبيطلع نار من بيتخرج من الأتوبيس. وجامبل بيقول اول مره اشوف ضربه اقوى من بتاعه ابويا. وبيطلعوا يجروا وقرشه بيفضل يضرب عليهم نار، وبيني بتقع على الارض وجامبل بيقول لا بيني لا وحياه ابوه خد اخويا. وبيقوم اوتشو مد واحده بيفجر الاتوبيس باللي فيه، وبيكون جامبل وضربه يتفشخوا. واوتشو بيهدى وبيقول لهم انتوا طبعا عارفين ان انا اصل من الالعاب القديمه، ولما حد بيتكلم غلط في ظهري بيحصل لي توبات غضب. وجامبل بيقول يلا يلا قبل ما اتعصب منها تاني. وبيقول لهم انا عارف ان ده حاجه وحشه واني نفسي اتخلص منها بس مش عارف. ودارهم بيقول لجامبل لازم نساعده يا اسطى، وجامبل بيوافق وبيوديه المقر القمامي. ودارهم بيقول له بص بقى انا عايزك تطلع كل غضبك هنا. وفعلا اوتشو بيعمل كده وبيطلع غضبه على القاره كلها. ودارهم بيقول ايه عامل ايه؟ بيقول له لسه متعصب. وبيبداوا يساعدوه عشان يهدى وبيودوه التمرين وبيتعصب. المزرعه بيتعصب، يلعبوه على الكمبيوتر يتعصب، يسموه حمو بيكا يتعصب، يخيطوه يتعصب، ينزهوه يتعصب، يهدوه يتعصب. وفي الاخر بيجيبوا اخرهم. واوتشو بيقول والله انا تعبت، حياتي كلها عباره عن لعبه فيديو لازم انا اجمع فيها نقط علشان اعيش. ولسه هيتعصب. دارهم بيقول له اهدى احنا برضو بنحب العاب الفيديو وهنحاول نساعدك. وبيقول لهم انا لعبتي محدش هيقدر عليها لانها صعبه. وجامبل بيقول له ها انت بتتكلم دلوقتي خاتم الالعاب الشقي، خاتم 118 لعبه باسبوعي ده. واوتشو بيقول لهم تمام تعالوا بقى معايا، وبيودوهم بيته. واول لما بيفتحوا الباب بيلاقوا نفسهم جوه لعبه فيديو بجد. واوتشو مركزه اخر واحد في العيله معاه نقط. وجامبل بيقول له يلا علي عدد اللعيبه وسيبها علينا. وبيطلع لهم جهاز تحكم وبتبدا اللعبه بقصه حياه اوتشو. وجامبل بيقول يا اسطى هي ما فيهاش تخطي، وبتبدا اللعبه بسهوله. وجامبل بيقول هو ده الصعب. واوتشو بيقول له ثانيه واحده. وبيطلع كميه بيض من الفراخ انما وبيكسبوا الجوله الاولى بالحظ، والجوله الثانيه عامله كده زي لعبه سبواي، وبيخسروا وبيرجعوا من الاول خالص، وبكده يكونوا خسروا في اللعبه. وجامبل بيقول ثانيه كده وبيفتح الاعدادات بيلاقي مستوى الصعوبه صعب، وبيساله انت عامله صعب ليه؟ واوتشو بيرد عليه بيقول له انا ما عملتش حاجه ده مستوايا في الحياه. وجامبل وداروين بيصعب عليهم وبيحاولوا يغيروا المستوى بس ما بيعرفوش، وبيقرروا انهم يلعبوا الالعاب بمزاجهم عشان يستمتعوا بيها. واوتشو بيوافق وبيبداوا يلعبوا ويخربوا النظام. وبعد ده كله اوتشو بيبقى زي ما هو في النقط وبيحس بالزعل، وجامبل بيغير له اسمه وبيسميه بقى ايه ده. وفي الاخر بيخلصوا واوتشو بيشكر جامبل وداروين وبيحضنوه وبيسلموا على بعض وبيمشوا. وفجاه داروين بيقف مره واحده وبيقول انا حاسس اني متعصب. وجامبل بيقول له مين اللي معصبك؟ وبيعملوا زي اوتشو وبيطلعوا نار من